الموضوع يا جماعه اللي انا هكلمكم فيه دلوقتي انا واخده من على لسان وزاره الداخليه. فاي واحد يتضايق من الموضوع ما يزعلش مني انا، ياخد بعضه ويطلع على وزاره الداخليه على طول ويقول لهم ايه الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه ده، وبعدين ما يقلقش بقى خلاص. احنا من بعد ما مشينا الاخوان الوحشين دول الحمد لله الشرطه رجعت زي الاول واحسن في خدمه الشعب. تشربوا ايه بقى يا فندم؟ لا شكرا. لا يا فندم لازم تشربوا حاجه. معقوله تيجوا عندي اللجنه وما تشربوش حاجه؟ حضرتك تحبوا تجربوا كيكه الداخليه الشهيه؟ سياده المشير نفسه قال لهم يعني انا اوصيكم بالمواطن البسيط. فخلاص عاوز ايه؟ عاوز ايه يعني؟ ما الحجز دلوقتي اصبح فيه تكييف. اللي انا اعرفه يعني ان في خلال شهرين او 3 الاسم نفسه هيكون فيه جاكوزي وساونا وحاجات كده تنتظر فيهم لحد ما يجي دورك في المحضر وكده. بيقول لك في ساوله. في ناس ما تعرفش ان انت لو رحت من 2 ل5 هم بيقدموا وجبات في الفتره دي. انا بحبه صحيح وجبات خفيفه يعني نواشف وسناكس وكده، بس هو احنا كنا فين؟ احنا كنا فين؟ انا تهت. كنا بنقول ان ده مش كلامنا احنا، ده كلام وزاره الداخليه. القصه ابتدت على ما اذكر يوم 6 اغسطس لما وزاره الداخليه اصدرت بيان ان في كمين عند الضبعه ضابط و4 عساكر تم قتلهم بواسطه ارهابيين ويتم مطارده العربيات اللي عملت كده. ده هم اللي بيقولوا. انا عاوز بقى ان احنا نلاحظ ان كل عمليات القتل اللي بتستهدف جنودنا وظباطنا بيموتوا كلهم، والمجرمين بيهربوا كلهم وما بيموتش منهم حد. ما هو انا بنقل على لسان وزاره الداخليه، بس مش معنى كده ان انا مش هعلق ومش هتكلم يعني. امال انا عامل حلقه ليه اصلا؟ وبعد كده بيان تاني من وزاره الداخليه ان مجموعه من الارهابيين دول اطلقوا النار على قوه شرطه عند مارينا، فهم ردوا عليهم وموتوا ال4 ارهابيين اللي موجودين في العربيه. شفتوا بقى؟ شفت انا لسه كنت من دقيقتين بقول لك ايه؟ ان هم بيقتلوكوا وانتوا ما بتقتلوهمش. دلوقتي لما انتوا سمعتوا النصيحه قتلتوهم محدش قتلكم. كده صح؟ اعتقد كده ده النقد البناء بقى. شويه وزاره الداخليه طلعت بيان برضو قالت اللي احنا قتلناهم دول ما عملوش حاجه، ناس كويسين. الناس بقى زعلت، قالت لك ازاي بقى بادروا باطلاق النار عليهم وبعدين مش عارف. انا بص يا جماعه انا عملت كل حاجه وحشه تتخيلوها وما تتخيلوهاش. انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا حاجه واحده، غير ان انا اشك في شرطه بلدي او اعلام بلدي او قضاء بلدي بصراحه. يا عينيا. فحاولت ان انا اوفق بين البيانين بتوع وزاره الداخليه، لقيت تفسير منطقي جدا جدا ان كان في عربيه فيها 4 ناس مواطنين عاديين جدا، وبعدين لسبب ما احنا ما نعرفوش ومش شرط على فكره نعرفه خالص، طلع في دماغهم ان هم يبادروا باطلاق النار على قوه شرطه موجوده فين؟ موجوده عند مارينا. هما ما كانوش يقصدوا على فكره حاجه وحشه خالص. قوه الشرطه بقى لما ضربوا عليها نار افتكروا غلط ان هم قاصدين شر، فضربوهم موتوهم ال4. اللي عمل اللبس ده كله ان هم كانوا راكبين عربيه شبه العربيه اللي عملت الجريمه بتاعت الضبعه. فطبعا الشرطه ساعتها يعني فكرت التفكير المنطقي، قالت معقول عربيتين في مصر شبه بعض؟ انتوا انزل زور ايه دول؟ يا مصر كلها فيها كام عربيه اصلا؟ فقتلوا. انا مستريح بصراحه للتفسير ده يعني، ما اعرفش بقى انت ايه يعني. بعد شويه بقى هم كشفوا عن شخصيات الناس اللي ماتت، فطلع فيهم 2 من الجيش الليبي بتاع معمر القذافي والجيش حفتر ذو الصله الوثيقه والمعلنه مع المخابرات الحربيه. طب انا مالي يا جماعه؟ هو انا اللي ركبتهم العربيه؟ هم اللي بيقولوا كده. ماشي وانا عارف ان هي حاجه بايخه، طب انا هعمل ايه؟ ما هو انت فعلا مش هينفع تقول ان هم ما ضربوش نار. ما هو معنى كده لو ما ضربوش نار امال الشرطه ازاي طلعت بيان وقالت بادروا باطلاق النار عليه؟ يبقى معنى كده كل ما الشرطه بتقول ان حد ضربني فانا قتلته، ان هي قتلته كده، وان الشرطه بتلفق وانا ما اسمعش. ولو قلت برضو ان هم ضربوا نار، طب جيش حفتر ذو الصله الوثيقه ده بيضرب نار على الشرطه ليه؟ مش عارف. فمشكله. طب ما ينفعش نقول مثلا ان المدرعه والظباط والعساكر اللي قتلوا ال4 دول طلعوا في الاخر اخوان؟ تصدق صح، لعلمك بتبقى كده. انا كنت تايه عني فين دي. خلاص اتحلت. هم بادروا والتانيين بيضربوهم عادي. لا مش هينفع. اصل وزاره الداخليه قالت احنا اللي قتلناهم. شيت. طب ما ينفعش نقول وزاره الداخليه اخوان؟ نعم يا فندم. لا كده بص الموضوع هيوسع خالص. ما تقلقوش خالص. هو سياده النائب العام اللي هو كويس ده اللي هو بدل الملاكي بتاع مرسي اصدر قرار بسريه التحقيقات، وانا بصراحه من ساعه ما قال كده انا استريحت. قلت يا جماعه اكيد امن قومي، مش عايزين نغفل الامن القومي. فكرني بالموضوع اللي هو بتاع المنوفيه، البتاع اللي كانت طايره دي في المنوفيه، فاكرينها؟ امن قومي كده. احنا كده يا جماعه في امان. بس انا يا جماعه مطمن عشان انا راجل واعي، وبعدين بسمع الاعلام بتاعنا الحر. لكن لو واحد بقى مخطوف ذهنيا هيفكر فيها، هيفكر في حاجه تانية خالص. هيقول لك ان كون كل حوادث القتل لجنودنا وظباطنا بالطريقه دي لا يتم الكشف فيها عن الجاني، وكل جنودنا وظباطنا بيموتوا والتانيين ما حدش فيهم بيموت ما بيتركوش دليل، ده ملوش غير معنى ان الناس دي بتتاخد غدر، بتتقتل من ناس مش مفترض ان هم يقتلوهم. خلي يا كبير خيرك مغرقني. هتعمل ايه يا كبير؟ سري لازم يندفن معاك يا وهدان. ما هو خد بالك مثلا اللي واقف على الحدود ده وظيفته ان هو ما يتفاجئش. عندنا افتجوت والناس كلها افتجوت. وبعدين لو اتفاجئ مش كلهم هيتفاجئوا. شفت كلنا افتجونا. ولو كلهم اتفاجئوا مش كلهم هيتفاجئوا كل مره.
افتجعتوا عيال. فلو اتفاجئوا كل مره مش هيتفاجئوا في الصحراء اللي انت بتشوف عربيه على بعد 20 كيلو. التعليق الوحيد انت مخطوف ذهنيا. بعدين يقول لك ايه بقى؟ يقول لك من امتى الشرطه بتاعتنا لما بتقتل حد غلط بتقول انا قتلت غلط؟ الشرطه بتاعتنا دايما اولا عنوان الصدق A7A. وكل ما بتعمل حاجه غلط بتطلع تعترف تقول انا عملت حاجه غلط. في ايه؟ وبيقول لك يعني الشرطه مهما بلغت درجه الفشل بتاعها فمش ممكن هتقتل ناس عشان موجودين في عربيه شبه عربيه. ده مصر فيها 500 مليون عربيه شبه بعضها. طبعا مبالغات احنا كلنا اساسا 90 مليون 500 مليون فين بس. برضه هيجي المخطوف ذهنيا. اصل خد بالك المخطوف ذهنيا ده بيبقى فاضي فبيقعد يقول اي كلام. يقول لك لا المنطقي طبعا ان الشرطه كانت بتطرد العربيه دي زي ما قالت وان هي دي العربيه اللي ارتكبت الجريمه فعلا وهم ضربوهم بالنار وقتلوهم بصرف النظر بقى بدروا ولا ما بدروش. بس بعد كده لما تكشف شخصيه الناس دي جالهم امر من اسيادهم انتوا لازم تتبرئوا الناس دي. وبعدين جه للنائب العام امر من سيده انه لازم يؤمر بسريه التحقيقات. وده قرار جمهوري. ده كلام الناس اللي هي المخطوفين ذهنيا احنا مالناش دعوه بيه. وبيقول لك ايه؟ بيقول لك هو النائب العام طالما هي العمليه جريمه عاديه تمت بطريق الخطا هيؤمر بسريه التحقيقات ليه؟ اهو غلاسه كده. وهي الصدفه ان نفس العربيه دي يطلع فيها 2 من جيش حفتر مخطوف. واحنا متفقين يا جماعه مخطوف هيفضل طول عمره مخطوف ذهنيا كده. بيقول لك تاني بقى ما انت سكت له بقى فعمال يسترسل يعني. بيقول لك ايه؟ بيقول لك هو معقول من ساعه ما الاعلام شحن الناس ضد ليبيا الارهابيين لموا شنطهم وخدوا القطر وطلعوا سابوا سينا طلعوا على ليبيا على طول؟ ده لو شغالين في مدينه الانتاج الاعلامي ما كانوش نفذوا الكلام ده بالسرعه دي. طب دي يا جماعه اسمها سرعه تلبيه مش حاجه وحشه يعني. هو في ناس غاويه تشكك ناس تستغرب كده وتندهش من حاجات صدفه. طب ما انت عندك الناس اندهشت قوي لما سياده المشير طلع وقال الحمد لله احنا كل اللي قتلونا قتلناهم. كل من قتلنا في الايام اللي فاتت ربنا سبحانه وتعالى عنا عليه، يا قبضنا عليه يا قاومنا وقتلناه وقتلناه. في ناس قالوا له يا سياده المشير انت هتصيع واحنا عارفين اساسا مين اللي قتلنا. انت عارف ان في رفح لسه ما عرفناش مين حد. وبعدين انتوا قلتوا ان هم حماس الناس بتوعك يعني. هو انت قتلت حد من حماس هم ما يعرفوش؟ وبعدين في الفرافره مين؟ ولا في العريش ولا في جسر السويس؟ انتوا ما قلتولناش يعني ان في حد اتعرف يعني. يا جماعه الموضوع مش محتاج استغراب خالص. صدقوني سياده المشير لما بيقول احنا فهو بيتكلم على ناس تانية خالص غير اللي في دماغه. ولما بيقول قتلناهم هو بيتكلم على الناس الاولانيين. دي حاجه تلخبط. سيبك منها وركز في اللي احنا قلناه. سيبك بقى من رايك فيا خالص او رايي انا فيك خالص. هل فعلا جميع عمليات استهداف جنودنا وضباطنا كلهم بيموتوا ومحدش من المهاجمين بيجرى له حاجه؟ هل ده امر طبيعي؟ هل عمر الشرطه قبل كده اعترفت وقالت احنا قتلنا الناس عن طريق الخطا قبل التحقيق بعدها بربع ساعه؟ هل في سبب يخلي النائب العام لو الحادثه دي عاديه يؤمر بسريه التحقيقات؟ هل هي صدفه طبيعيه ان جيش حفتر ذو الصله الوثيقه بالمخابرات الحربيه المصريه يتواجد في نفس العربيه اللي كانت بتطاردها الشرطه؟ وعلى فكره يعني في ناس بيقولوا ان المخابرات الحربيه هي اللي ورا جميع هذه الحوادث. فكر مع نفسك لو جالك ذره شك مش مطلوب منك حاجه. مطلوب منك لو انت موجود في وحده عسكريه لو جالك حد مهما تكون تثق فيه ما تقفوش كلكم كده ما تجمعوش كده كلكم مره واحده يعني. لازم يكون في حد بيأمن حد. واعتقد دي حاجه ما تزعلش حد خالص. ما تزعلش حد حتى من انصار المشير السيسي يا اخي حتى عشان ما يجيش حد من الاخوان ويعمل فيها قائد جيش ويقتلهم. وبمنتهى الامانه انا مش بقول الكلام ده يعني حرصا على حياه الضباط والعساكر. بامانه والله ما احبش طبعا يجرى لهم حاجه بس انا مش حريص برضه. بكل اسف انتوا بقيتوا جزء من مشهد تدمير مصر. لما عملتوا فيها مصدقين ان عادي جدا جدا ان احنا نقتل الاف وان الناس دي فعلا كان عندها سلاح كيماوي وكانوا بيخبوا الناس تحت الكره الارضيه اللي تحت مش عارف فين. من الوقت ده انتوا بقيتوا جزء من المشهد. لكن انا بقول الكلام ده عشان احتمال لو بعد ما عملتوا كل الكلام ده ووافقتوا عليه وربنا ان شاء الله هيحاسبكم عليه دنيا واخره لو فكرتوا شويه وشكيتوا ان يكون الشخص اللي انتوا عملتوا عشانه كل الكلام ده بيدوس عليكم في اي وقت لو الخطه اقتضت ذلك يمكن تفكيركم يتغير ويمكن ساعتها ناس من اللي انا حريص عليهم فعلا نقدر ننقذ حياتهم والمره ننقذ البلد. شوفوا وشكم بخير.